السلام عليكم. اليوم أريد أحكي وياكم عن واحد من أخطر الأمراض اللي تفتك بالمجتمع العراقي. مرض إذا انتشر يخلي الغني يصير وحش والفقير ينداس كرامته. هذا المرض اسمه الربا أو المراباة. استغلال الناس الضعيفة حتى يتضاعف الدين عليهم ويضيع رزقهم. شنو يعني ربا؟ اخواني، الربا مو قرض عادي. الربا هو انه واحد يداينك 7 ملايين وبعدين يجي يطلب منك 14 مليون. هذا مو قرض، هذا سرقة بس بوجه مبتسم. هذا مو مساعدة، هذا خنجر بظهر الفقير. شو تقول القوانين العراقية؟ قانون عنده كلمة واضحة. مواد القانون المدني: الفائدة المسموحة هي 4% و5% تجارية، غير هذا غير قانوني. قرار مجلس قيادة الثورة رقم 68 لسنة 1997: المراباة جريمة مخلة بالشرف. مواد أصول محاكمات الجزائية: إذا صار خلاف على الفوائد المحكمة تعين خبير مالي يفصل بالموضوع. يعني اللي يسوي ربا مو بس مخالف، لا، هذا مجرم بالقانون وممكن يندار وجهه وبالسجن. مثال من الواقع: واحد من المواطنين أخذ قرض 7 ملايين، بعدين ظل يسدد لحد ما دفع 14 مليون تقريبا. لما تعب وداخ راح للمحكمة وجاب تسجيلات وشهود. محكمة الجنح بالبداية أفرجت عن المتهم، قالت الأدلة ضعيفة، لكن محكمة الاستئناف قلبت الموازين وقالت الربا مو مسألة شخصية بين اثنين، هذا تهديد للنظام العام ولازم القانون يتطبق بصرامة. شنو خطورة الربا؟ يخلي الفقير يشتغل عمره كله حتى يسد دينه، ما يخلص، يخلق طبقة من المستغلين الطفيليين على مجتمعنا، يخرب الاقتصاد ويخلي الناس تفقد ثقتها بأي تعامل، يزرع الكراهية واليأس بالمجتمع. الربا مو بس ورقة وفلوس، الربا نار تحرق بيوت الناس. شنو تسوي إذا استغلوك؟ نصيحة: لا تسكت. أي واحد يطلب منك فوائد زايدة روح تقدم بشكوى، اطلب من محاميك، ينتخب خبراء ماليين حتى يحدد نسبة الفائدة. تذكر القانون وياك، والحق ما يضيع إذا أنت ما تضيعه، والمحكمة وياك. الخاتمة: أخواني، الربا مو ذكاء، مو شطارة، مو تجارة. الربا عار وجريمة وطعنة بظهر العدالة الاجتماعية. اليوم يمكن أنت ساكت، لكن باكر يجي الدور عليك وعلى بيتك. المستغلين يريدون يسوون من دموعك فلوس، لا تنطيهم الفرصة ولا تنطيهم أي مجال. القانون إلك، استعمله، دافع عن نفسك ودافع عن مجتمعك، خلي صوتك يوصل. الربا جريمة والساكت عنه شريك به. مع فائق الاحترام.